مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم حلقه جديده من برنامج حوار اليوم للحديث عن الوضع الانساني الصعب في قطاع غزه هذه الايام. يسعدني ان يكون معي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكبير الاستاذ حسن بديع. نورنا استاذ حسن. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. استاذ حسن، خلينا نبدا القصه من الوضع في غزه والجهود المصريه، ثم مؤتمر شرم الشيخ في وجود الرئيس ترامب و 22 رئيس دولة، والتوقيع على وقف إطلاق النار المرحلة الأولى، ثم الحديث عن المرحلة الثانية التي يجب أن تبدأ خلال أيام قليلة. أولا، كيف رأيت مؤتمر شرم الشيخ وهذا الوجود الكبير، ثم بعد ذلك الهدنة الثالثة والمرحلة الأولى والخروقات الإسرائيلية؟ مؤتمر شرم الشيخ في رأيي قيمته وأهميته تنحصر في أنه نجح في وقف نزيف الدماء، نجح في وقف حرب الإبادة، نجح في القتل الجماعي اللي كان بيتعرض له أهلنا في غزة، نجح في أن يعمل فرصة لالتقاط الأنفاس أو هدنة لكي يتم إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية وغيرها لأهلنا اللي في غزة، اللي كان بقالهم قرابة سنة ما بيدخلهمش كسرة خبز ولا بيدخلهم كوباية ماء، كوب ماء. فكان طبيعي جدا أن يحصل الكلام ده، وده الإنجاز الحقيقي في رأيي، واللي اتحقق بالفعل على أرض الواقع رغم المعوقات الإسرائيلية ورغم الإجرام الإسرائيلي في الحد من المساعدات ومحاولة عرقلتها ومحاولة تباطؤها ومحاولة إلا أنه الوضع بشكل عام بقى أفضل سنة. وفي الوقت نفسه حققت إسرائيل أو الكيان الصهيوني هدفه الأساسي منه يسترد الكام أسير ورهينة اللي كانوا لدى المقاومة الفلسطينية، وأيضا المقاومة استردت عدد كبير جدا من أسراها قد يصل ل2000 أو أكثر. وبالتالي هو ده المكاسب الحقيقية لاتفاقية شرم الشيخ. ويعتبر إنجاز في ظل الأوضاع المأساوية العربية والإقليمية والدولية والعالمية وما نراه حولنا من أعاجيب وأمور لم تكن تخطر على بال، فيعتبر في حد ذاته إنجاز. الحديث عن المرحلة الثانية وإعادة إعمار قطاع غزة، مش هتكلم على الضامنين والخروقات الإسرائيلية اللي هي كانت واضحة ولكن الحديث عن إعادة إعمار قطاع غزة، ويمكن الدولة المصرية مش عايز أقول سبقت الأمر، ولكنها تريد أن تعجل بإعادة الإعمار، خاصة في ظل المشاهد المأساوية التي تأتي من القطاع نتيجة ظروف قاسية، أمطار، بيعيشوا في خيم. أتكلم على الأوضاع المأساوية وأهمية المرحلة الثانية من اتفاقية شرم الشيخ والمتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة. هي مهمة جدا طبعا، ولكن أنا في تقديري للأسف الشديد يمكن أكون متشائم، مش هتحصل أو على الأقل في الوقت الحالي، لأن كان الصهيوني زي ما قلت حقق هدفه الأساسي ولو المرحلي في استرداد أسراه، وبالتالي هو بيتحجج وبيتلكك بحجج واهية. بيتكلم مرة على السلاح لدى المقاومة رغم أنه سلاح خفيف وضعيف ودفاعي ولا يشكل خطرا حقيقيا على الكيان الصهيوني ولا على أمنه، ويتحجج مرة بأنه مش موافق ولا مش معترف بدولة فلسطينية. امال هتسيب قطاع غزة لمين؟ ومين ده؟ هو الاتفاق بينص أن يبقى في دولة فلسطينية، وأن حتى لو في مسلحين أو السلاح في غزة يندمجوا ضمن القوات الشرطة أو قوات الجيش الفلسطيني كأي دولة في العالم عادية. بالتالي الكيان الصهيوني يتحجج ويتلكك، وأنا في تقديري أنه بيأجل المرحلة الثانية إلى أقصى درجة ممكنة، لأن أهدافه لن تنتهي، وأهدافه الحقيقية هو طرد أكبر عدد ممكن من إخواننا العرب الفلسطينيين من قطاع غزة، وبناء مستوطنات إسرائيلية، والاستمرار في احتلال ما يمكن احتلاله من الأرض في غزة حتى الآن، والإصرار على وجود منفذ بحري، والإصرار على نهب ولو في المستقبل القريب ثروات قطاع غزة من نفط وغاز وغيره. أشك أن المرحلة الثانية ستتم، خاصة وأن الأطراف الضامنة
لم تبدي جدية ولا إيجابية حتى هذه اللحظة. يعني يمكن أن يكون هناك ضغط على الكيان الصهيوني لكي يتم تنفيذ المراحل الأخرى، ولكن ده هيكون من خلال الأطراف الضامنة. الأطراف الضامنة حتى الآن ليس لها أي موقف إيجابي أو عملي، وأنا يعني أستبعد أن يتم على الأقل في الوقت الحالي أي تحرك إيجابي في هذا الموضوع تحديدا. بنرى رمز ممثل كان الصهيوني المجرم نتنياهو يتكلم على مراحل جديدة، يتكلم عن ضرب إيران يجب أن يكون وشيكا، يسعى لإشعال منطقة الشرق الأوسط، لم يتنازل عن تصريحاته منه جاء لتغيير خريطة الشرق الأوسط كله وإنشاء إسرائيل الكبرى وغير ذلك. وبالتالي مثل هذه التصريحات وغيرها بتكشف حقيقة النوايا العدوانية والإجرامية للكيان الصهيوني وقادته من المجرمين اللي مطلوبين المحكمة الجنائية الدولية، ولم يتم أي خطوة إيجابية أو جدية حتى هذه اللحظة للقبض على نتنياهو وزمرته ومحاكمتهم. للأسف يعني نوع من أنواع نفاق ما يسمى بالمجتمع الدولي، ازدواجية المعايير اللي عايشينها هذه الأيام يعني. طيب خليني هنا دكتور أستاذ حسن أتكلم. حضرتك اتكلمت على مسألة إن لا المرحلة الثانية التشك، يمكن في تصريح النهارده التشك في تنفيذها يعني. تصريح لترامب اتكلم فيه ان يجيبوا جثه الراجل اللي مات ده يا اما ما فيش الاتفاقيه مش هذا. وهنا برضه عايز اتكلم يعني وسط هذا الركام وهذه طيب تيجي تجيبوه طلعوه طيب يعني ده طبعا دي تلكيك ودي اسمها حجج فاضيه، وهو يعلم جيدا ان هناك عشرات الالوف من الشهداء تحت الركام، وفي جثث عديده جدا، وعمليه الحمض النووي في عشرات الالوف من جثث عمليه صعبه، كلها حجج فاضيه، كلها زي ما انا قلت التلكيك وكلام لا يدخل حتى على السذج والبلهاء، بيستهدف منه تبرير مرفوض لتجميد الاوضاع الحاليه حتى اللحظه دي، لان الاوضاع غير مستقره. وعلى فكره ما يحدث في غزه او التخطيط الاسرائيلي الامريكي فيما يخص غزه مش بعيد عن التخطيط الاسرائيلي الامريكي لسوريا ولبنان أكيد وللضفه الغربيه. اكيد هتكلم على الضفه الغربيه بالضبط، هو اعاده رسم المنطقه مره ثانيه، وكيف ان تكون اسرائيل او الكيان الصهيوني كيان عملاق في المنطقة يشرف ويدير ويقود المنطقة. هذا لن يحدث بإذن الله. على ذكر الخروقات الإسرائيلية أو الاختراقات الاحتلال الصهيوني، نتكلم على الضفة الغربية اللي بتشهد حالة من الهمجية من قبل المستوطنين، استهداف لبيوت فلسطينيين والاستيلاء عليها، حرق ممتلكات، تجريف أراضي زراعية، بناء مستوطنات في ظل صمت دولي ان لم يكن تصريحات مش عايز اقول ملهاش لازمه، ولكن صحيح. تصريحات من الاتحاد الاوروبي يعني على استحياء كده يعني يعني انا اسف ان انا اقول لا اعول كثيرا على الاتحاد الاوروبي. اكيد طبعا الاتحاد الاوروبي ضعيف، الاتحاد الاوروبي منافق، الاتحاد الاوروبي مشغول بقضايا خاصة وملفاته الخاصة، الاتحاد الأوروبي غارق لشوشته في حرب روسيا وأوكرانيا، الاتحاد الأوروبي يريد أن يتعامل بشكل ما أو يسترضي ترامب بأي شكل. يعني دعونا يعني لا نعتمد كثيرا على الاتحاد الأوروبي. الاعتماد يجب أن يكون على قوانا الذاتية، قوانا العربية الذاتية، وهذا هو بيت القصيدة. غير ذلك لن يحدث أي تصرف إيجابي، لن يحدث أي تقدم على السواء، لن حتى ينظر إليك العالم الخارجي نظرة إيجابية ومطلوبة. الكرة ممن يرون أن الكرة في الملعب العربي، وعلى الملعب العربي أن يتحرك وأن يساند أشقائنا الفلسطينيين وأن يتصدى بالعديد من المواقف والقرارات لما يحدث في الضفة الغربية من تهويد وتدمير وضغط على السكان لإجبارهم على النزوح خارج الضفة الغربية ودمجها هي وقطاع غزة في الكيان الصهيوني. وحتى هذا الأمر لن يكون نهاية المطاف، سوف يكون الدور على الأردن بعد ذلك وعلى ما يمكن ابتلاعه من أراضي في لبنان وفي سوريا وغيرها. وبالتالي يعني أنا أستبعد أي تقدم في الموقف الحالي ما لم تتحرك
الأمة العربية. غير ذلك أنا أستبعد تماما، ولا يوجد أحد يهتم بأحد، الكل مشغول بقضاياه وملفاته الخاصة. روسيا مشغولة بحرب أوكرانيا، الصين مشغولة بتفوقها الاقتصادي والنووي وحرب التعريفات الجمركية القائمة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا تطبق مبدأ مونرو في أمريكا الجنوبية وتضع قائمة بالدول المستهدفة دولة وراء أخرى. العالم يتحرك، العالم ينظر لملفاته الخاصة، ولن يستمع إليك أحد. والكلام على الحقوق والقانون الدولي ومجلس الأمن والشرعية الدولية كلام كلام ما بيأكلش عيش زي ما بيقولوا بالعامية المصرية، ولا يأكل أي حاجة. أيوة. حسن خير، هل يعني باتفاق شرم الشيخ في وجود ترامب ورؤساء دول أوروبية، هل انتهت فكرة التهجير للفلسطينيين؟ لا، وأقصد هنا التهجير لا لمصر. لم تنتهي ولن تنتهي. أولا العدو الصهيوني عدو استيطاني، ويسعى إلى فلسطين كاملة من النهر للبحر، ويسعى إلى إنشاء كيان إسرائيلي كبرى من النيل للفرات. وأنا رأيي بالقراءة المتأنية للعقيدة الصهيونية هو يسعى لإنشاء إسرائيل الكبرى من المحيط للخليج، بس في مرحلة أخرى أمامية. وبالتالي لا يعني هيجيب منين ناس لإسرائيل الكبرى بتاعته دي؟ يعني ده ناس هربت. يعني الإحصائيات اللي بتتكلم على الناس اللي خرجت من بيتكلموا في 700,000. يعني ماشي، هو هربت اثناء المعارك والحرب، هيرجعوا تاني لكن تبقى ممكن الدنيا يحصل بقى عودة طبعا. طالما ان هو قضى او هكذا يتخيل، وهو واهم وعابس طبعا انه قضى على المقاومه او قضى على السلاح العربي. يمكن ده احد اسباب مطالبته بتسليم السلاح في غزه، في لبنان، في البحث والتنقيب على اي قطعه سلاح او حتى رصاصه واحده في سوريا. يعني ده هدفه المعلن. وبعدين هناك امور اخرى كثيره يعني يمكن ان تستخدم في مراحل قادمه. وبالتالي يعني انا ممن يرون ان مصر صامده، مصر متماسكه، مصر مصممه على احياء القضيه الفلسطينيه والحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني العربي. ولكن هذا ما يمنعناش ان احنا نقول بصراحه ان مصر ايضا محاصره. مصر محاصره بالتاكيد. ومصر يعني في تحديات خطيرة تواجهها، وتحديات تواجه أمنها القومي، وتحديات غير مسبوقة. وهناك جهود دؤوبة من قبل العدو انه يحاصر مصر من بعيد. ما يحدث في ارض الصومال، ما يحدث في القرن الافريقي، ما يحدث حولنا في اثيوبيا والسيطره على منابع النيل، وغير ذلك من الامور، ما يحدث في البحر الاحمر، ما يحدث في البحر المتوسط، ما يحدث ايضا في فلسطين العربيه المحتله. وبالتالي انا متصور اني زي ما حضرتك تفضلت وقلت نص الدول العربيه اختفى او في الطريق للاختفاء. اذا اردت النصف الاخر الا يختفي وان يضع يده في يد مصر، وأن يتم إنشاء وإحياء القوة العربية المشتركة. ليست القوة العسكرية فقط، ده جانب من جوانب القوة، وإنما القوة العربية الشاملة بشكل عام، عسكرية وغير عسكرية في كافة المجالات. لابد من خطاب عربي موحد وكلمة عربية واحدة إذا أردنا أن تبقى الدول العربية الصغيرة واللي حوالينا على قيد الحياة. أملها الوحيد أن تلتحم بمصر، ده الأمر الوحيد، أن يتم تعظيم القدرات العربية وتوجيهها التوجيه الصحيح. وعلى فكرة لو تم هذا لن نحتاج لدخول في معركة عسكرية. العالم كله سوف يغير نظرته إليك، لأنه يفهم جيدا أنه يتعامل مع قوة كبرى وقوة منظمة. لماذا لا تقوم الدول العربية الغنية بالذات بتقوية مصر باعتبارها هي يعني رأس حربة للدول العربية؟ هو بص سيدي الفاضل، هو المفروض لكل ذي عاقل وكل من يجلس على مقعد حكم في بلد ما أن يعي جيدا ويفهم ويستوعب جيدا ما حدث في فنزويلا مؤخرا، ويفهم أنه يتعامل مع تور هائج راعي بقر أمريكي همجي بلطجي لا يفهم شيء اسمه قانون دولي ولا شرعية دولية، ويمارس كل أنواع الإجرام والسطو المسلح. يجب أن يفهم كل حاكم في العالم، في أفريقيا وآسيا أمريكا الجنوبية والوطن العربي وغيره، هذه الحقيقة، ويعيد من جديد كل سياساته واستراتيجياته، ويسعى لتكوين
كتل قوية متماسكة تستطيع أن توقف هذا الطور الهائج الأمريكي عند حده. وبالتالي ما تقوله سيادتك أمر ضرورة حياة. القضية مش قضية مساعدات مالية، لا طبعا، لا إطلاقاً. لا لا, لا خالص. الموضوع أكبر وأعمق من ذلك. نحن نريد استراتيجية عربية موحدة وقوية وملزمة لكل الأطراف، استراتيجية بها خطة محددة من نقاط محددة متدرجة يتم الاتفاق عليها ويتم الالتزام بها، ويكون لكل دولة عربية دور فيها. وعلى فكرة أنا ممن يرون أن ليس هناك دول عربية غنية إلى آخر المدى ودول عربية فقيرة شديدة لا الفقر. لا، كل الدول العربية غنية، لديها إمكانات بالتأكيد. ولديها موارد. هي تعاني من سوء التخطيط، تعاني من الفساد، تعاني من سوء الرؤية السياسية، تعاني من ضيق الأفق السياسي. ولكن أنا ممن يرون أنه لا بديل إذا أرادت هذه الأمة أن تبقى على قيد الحياة وأن تبقى في مكانة محترمة حد أدنى على الخريطة السياسية والدولية والإنسانية والعالمية، لا بديل عن مشروع قومي متماسك متكامل للأمة العربية. وعندما أقول مشروع قومي أنا لا أطالب بالوحدة الاندماجية، هذا أمر مستبعد تماما ومرفوض في الوقت الحالي، لكن أطالب بمشروع قومي بتكامل عربي قومي في هذه المرحلة، تكامل سياسي واقتصادي وعسكري واستراتيجي وكل شيء، واستراتيجية موحدة تلتزم بها جميع الدول العربية ولا تخرج عنها من المحيط إلى الخليج. إذا وصلنا إلى هذه النقطة نستطيع أن نقول أن كل الدول العربية سوف تكون في مأمن، وأن الأمن القومي لكل بلد عربي على حدة سوف يكون في مأمن وفي أمان بإذن الله. الآن في إعاقة لدخول المساعدات، صحيح. يعني وبالتالي يعني الحل إيه، العمل إيه يعني؟ الحل أن تضغط الدول العربية وأن تقوم بخطوات محددة ليتم إجبار الكيان الصهيوني على إدخال المساعدات، وأن يشعر حد أدنى الكيان الصهيوني بجدية الدول العربية، وأن الأمة العربية لن تتراجع عن إدخال المساعدات وتنفيذ اتفاق شرم الشيخ وتنفيذ كل المقررات بتاعت الأمم المتحدة وغيرها والمنظمات الدولية وغيرها وغيرها. أما السكوت والصبر والاعتماد على ان في شويه مساعدات بتخش من مصر هذا لا يكفي. الحقيقه في بدايه الحرب طوفان الاقصى وقول في العام الاول له كان في مساعدات كتيره بتيجي من الدول العربيه والاسلاميه ودول اخرى من مختلف انحاء العالم. بصراحه صحيح الاغلبيه الساحقه منها فسدت وباظت من ركنها على الحدود ومنع كيان الصهيوني ادخالها، الا ان الوضع الحالي ان المساعدات فعلا زي ما حضرتك قلت 80% منها من مصر، حكومه وشعبا ودوله وكيان وكل شيء. ويجب ان تكون هناك الان حمله في العالم العربي والاسلامي لادخال المساعدات وتسريحها بالقوه لو لازم الامر، والضغط بشتى الوسائل على الكيان الصهيوني. يجب ان نعطي انذار للكيان الصهيوني اذا لم تدخل المساعدات بالقدر الكافي والمحترم والمتفق عليه خلال اسبوع يصدر قرار بتجميد التطبيع مع العدو الصهيوني. هذا ما افهمه. هل هناك دلوقتي او نقدر نقول بقى في صوت فلسطيني واحد يعني؟ لا لا، ولن يكون في القريب العاجل. هناك صوت فلسطيني عالي وقوي وله الكثير من الشرعية، وهناك صوت فلسطيني منخفض وضعيف ويكاد يكون ليس له نصيب من الشرعية. الصوت الفلسطيني العالي والقوي والذي له شرعية الواقع، شرعية القتال، شرعية الاستشهاد والدم، هو صوت المقاومة الفلسطينية على اختلاف منظماتها وتجمعاتها، وصوت الشعب العربي الفلسطيني والشارع الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وفي أي منطقة فلسطينية محتلة وفي المهجر. الصوت الفلسطيني الخافض الذي يفتقر للكثير من الشرعية الحقيقية هو صوت للأسف ما يسمى بالسلطة الفلسطينية في رام الله، وهي بعيدة كل البعد عن الشارع الفلسطيني وعن متطلباته واحتياجاته وعن أماله وأمانيه وكل شيء، وبالتالي ليس هناك صوتا فلسطينيا موحدا. وأنا أشك أنه سيتم توحيد الساحة الفلسطينية، وأعتقد أنه ليس من مصلحة الصهيونية العالمية وليس من مصلحة أمريكا
وليس من مصلحة الغرب أن يتم توحيد الصوت الفلسطيني. وأعتقد أن الوضع الحالي هو الوضع النموذجي بالنسبة للكيان الصهيوني وللكيان الغربي والأمريكي. إذا أرادوا أن يكون هناك صوتا فلسطينيا حقيقيا واحدا وموحدا، يجب أن يتم الالتئام الفلسطيني وبأسرع ما يمكن، والاعتراف بالقوى الفلسطينية الحقيقية اللي موجودة على الواقع بالفعل. هل المظاهرات المنددة بهذا الكيان قلت بعد مؤتمر شرم الشيخ؟ وعايز هتكلم في جزء اخير بس على انجلينا جولي وزيارتها، وكمان المؤثرين اللي كانوا بيتناولوا في السوشيال ميديا عمليات القتل والاجرام. هل المسألة هديت ولا الاعلام الغربي مخبيها عننا؟ لا، هي هديت الى حد كبير، ما فيش كلام في كده، لان العنصر الاساسي في اشعالها واستمراريتها كان القتال، كان القتل الجماعي، كان الاباده، كان إراقة الدماء وحمامات الدماء. كل ده توقف بشكل ما، وبالتالي من الطبيعي أن تتوقف ردود الفعل وتتوقف حالة الغضب العالمي. بالفعل ترامب أنقذ نتنياهو وأنقذ الكيان الصهيوني، ولكن قبل ما ينقذ الكيان الصهيوني وقبل ما ينقذ نتنياهو هو أنقذ الغرب نفسه، لأن الأحداث استمرت وتواصلت، لكن الغرب نفسه تعرض للانهيار الداخلي فعلا، لأن الأمور فاقت كل حد، وأصبح هناك غليان في الشارع الغربي ككل، سواء الأوروبي أو الأمريكي، وشوارع جمهوريات وبلدان كثيرة في مختلف قارات العالم. وأصبح الأمر فعلا يشكل ضغطا هائلا على الأنظمة الحاكمة في هذه البلدان، وبالتالي كان لابد من إجراء ما أو فعل ما لكي يخفف الضغط على بلدان أوروبا وأمريكا والغرب وفي الوقت نفسه يمتص موجة الغضب عن الكيان الصهيوني. وهذا ما حدث بالفعل. وقف القتال طبعا كان السبب الرئيسي، ولكن وقف القتال كان حتمية أيضا بالنسبة لما يحدث لأهلنا وأبنائنا ومواطنينا في ظل صمت دولي وعالمي مقيت، فده أمر طبيعي. زيارات بعض المؤثرين أو زيارة زي أنجلينا جولي كفنانة يعني لها شعبية كبيرة، ونقل الصورة يعني عند العودة وحديثها، يعني هل يمكن أن يؤثر في مسألة بالتأكيد هي وعشرات من أمثالها من الشخصيات العامة والمشاهير في كافة المجالات وليس الفنانين فقط، لابد أن يؤثر ولابد أن يحدث تغيير في الرأي العام الشعبي والعالمي، ويشكل بدوره ضغطا على الحكومات وعلى الأنظمة الحاكمة. نحن في ظل أحداث رياضية كبرى، لماذا لا يأتي نجوم بطولة أفريقيا الكبار العالميين إلى العريش وإلى معبر رفح مثلما فعلت أنجلينا جولي؟ لماذا لا يأتي نجوم كأس العالم وهم المسابقة قريبة تقترب في مطلع الصيف؟ مش عارف أنجلينا ده حاجة جميلة أوي أنجلينا يعني ممثلة جميلة يعني احنا مع كل احنا مع كل المشاهير بشكل عام أيا كان درجة جمالهم، ولكن لابد أن تكون في حركة عالمية لا تقتصر على انجلينا جولي، وانما لابد ان تكون لكل المشاهير اللي عندهم ضمير في كافه المجالات والفنون والعلماء، اخواننا اللي بياخدوا جائزه نوبل دي اللي يعني عليها علامات استفهام، واللي بياخدوا جوائز عالميه، احنا في مصر حاجه لهذه المساله. يجب ان يعود السكرتير العام للامم المتحده ويجي من فراش الوثير ويقعد تحت المطر شويه في العريش. عمل كتير، لكن يجي بنفسه تاني ومعاه وفد عالمي، انا متصور من 50-60 شخصيه عالميه من مختلف المجالات، تكون صرخه قويه تهز الضمير العالمي وتجبر الكيان الصهيوني على اعاده النظر في كثير من الامور. نتمنى ذلك يا رب. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. كل الشكر والتقدير لضيفي الكبير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ حسن بديع. كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقه من حوار اليوم، بشكرك شكرا جزيلا.